اول حاجه هنعملها هنبتدي نكتب وصف للفكره اللي في دماغنا، وطبعا الوصف ده لازم يكون مكتوب بالانجليزي. فهندخل على جوجل ترانسليت ونكتب الوصف اللي احنا عايزينه، وهو عباره عن مبنى اداري مكون من 5 ادوار بتصميم معماري حديث وواجهات زجاجيه. مش هنكتب اكتر من كده. ناخد الوصف ده كوبي وندخل بيه على ميد جيرني، نعمل بيست ونشوف النتيجه هتطلع شكلها ايه. طبعا كده ميد جيرني بيبتدي يشتغل في توليد الصور ويبتدي يطلع لك اول صوره للوصف اللي انت كتبته. بمنتهى البساطه طلع لك منتج مجرد وصف بسيط لمبنى اداري. وفي اكتر من نموذج كمان بيطلعه لك، تقدر تختار منهم اللي انت عايزه. ومش بس كده، احنا يا دوب كتبنا وصف بسيط جدا عباره عن مبنى اداري مكون من 5 ادوار. كل ما هتزود في التفاصيل اللي انت محتاجها توضح فكرتك، كل ما شكل المبنى اللي هيطلع لك من الذكاء الاصطناعي هيختلف. تعال نجرب نطور الوصف ده زي ما هو ونضيف عليه شويه حاجات تانية، زي مثلا ان احنا نعمل منطقه خارجيه لاندسكيب وسط مدينه مثلا، وناخد بقيه الوصف ده كوبي ونروح على ميد جيرني ونعمل بيست. هتشوف هنا ان بقى في 4 صور هيبتدوا يتولدوا لشكل المبنى اللي انت عايزه. وخلي بالك انك تكون دقيق في كل التفاصيل اللي انت بتكتبها. كل فكرة في دماغك حولها لكلام، وكلام مظبوط علشان تقدر توصل للصورة اللي انت عايزها. وزي ما انت شايف ابتدى يطلع معانا صور فيها لاندسكيب وفيها كل الحاجات اللي احنا ضفناها. نقدر ناخد الوصف ده وندخل على برنامج زي شات جي بي تي، أداة زي شات جي بي تي، ونكتب فيها الوصف ده ونطلب منه حاجة بسيطة. نقول له قم بتحسين الوصف للحصول على صورة مبنى إداري بتصميم مودرن بدون مبالغة في استخدام الزجاج. ودلوقتي شات جي بي تي هيبتدي يحسن الوصف اللي انت دخلته. ودي أداة مهمة جدا هتساعدك ان هي تطور الفكرة اللي في دماغك وتعبر بيها بكلام يقدر الذكاء الاصطناعي يولد بيه صورة احترافية. هناخد الكلام اللي طلع ده كوبي زي ما هو، وتاني ندخل على جوجل ترانسليت ونعمل له ترجمة، وناخد الوصف اللي طلع وندخل بيه على ميد جيرني ونعمل بيست ونستنى النتيجة. كل أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي دي فيها المجاني وفيها المدفوع. طبعا المجاني ليك عدد محدد من الصور تقدر تستخرجها في اليوم أو في الشهر على حسب الأداة اللي بتستخدمها، والمدفوع بيديك عدد لا نهائي من الصور. وزي ما انت شايف الصور اللي احنا دخلناها بعد تحسين الوصف اختلفت تماما عن اي صورة دخلناها في الاول. كل ما هتزود في التفاصيل وكل ما هتكتب وصف احترافي، كل ما هتطلع لك نتيجة اكتر احترافية. ممكن ناخد نفس الوصف وندخل على اداة جديدة زي نايت كافيه، ودي عبارة عن كوميونتي كامل للادوات الذكاء الاصطناعي اللي بتولد الصور. تقدر تعمل حساب عليها وتشارك في المنتدى، وتقدر تشارك في مسابقات وتعمل تتدرب على استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي وازاي تكتب برومبت صح. هندخل هنا على كرييت ونعمل بيست للاداه. هندخل على كرييت ونعمل بيست للوصف اللي احنا كتبناه زي ما هو، ونطلب منه انه يولد لنا الصور. وبس كده، بكل بساطه هتحصل على فكره جديده للمبنى اللي انت عايزه. كل ما هتزود في التفاصيل وكل ما هتدي وقت اطول لأداة الذكاء الاصطناعي اللي هي تشتغل من هنا، مثلا ران تايم ياخد وقت شورت او ميديوم او لونج. طبعا هتلاقي كل واحده بتكلفك نقطه او نص نقطه على حسب العدد اللي انت عايزه. وكمان اقدر اخليه يديني 4 اقتراحات او 9 او 16. بالوصف اللي انت كاتبه زي ما انت عايز. تقدر بعد كده تاخد اي صورة من دول وتبدأ فيها المرحلة التانية تشتغل على برنامج الريفت.